لو كل يوم بتصحى ضهرك وجعك أو بتحس إنك مش قادر تقعد كتير أو حتى تنام مرتاح، ما تقولش ده تعب وخلاص أو قعدة غلط. ده إنذار صريح إن ضهرك مش طايقك خلاص. وجع الضهر بقى منتشر جدا بين الشباب اليومين دول، وده بسبب إننا بنقعد بالساعات على التليفون أو اللابتوب أو بننام غلط، أو حتى بنشيل حاجات تقيلة مرة واحدة من غير ما ناخد بالنا. ساعتها عضلات الضهر بتتشد وبتتعب، وبتبدأ تحس إنك متكسر أو مش قادر تتحرك كويس. العلامات اللي لازم تاخد بالك منها لما الوجع يزيد وإنت قاعد أو إنت واقف كتير: الألم بينزل في رجلك أو بتحس بتنميل بسيط، بتحس إنك محتاج تتعدل أو تتحرك بس جسمك مش مساعدك. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة ما تستهونش، خليك قاعد ظهرك مستقيم وكتافك لورا. بلاش تذاكر أو تشتغل وإنت على السرير، كل شوية قوم واتحرك، ما تقعدش بالساعات على الكرسي. اعمل شوية حركات بسيطة للظهر زي إنك تقف وتفرد جسمك وتلف كتافك كده يمين وشمال. ولو الوجع مطول أو بدأ يزيد لازم تكشف، عشان ممكن تكون العضلات محتاجة علاج أو جلسات بسيطة. وافتكر دايما إن معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك. دوس لايك لو عجبك الفيديو، واشترك عشان ما تفوتش الفيديوهات الجاية، وقول لي في الكومنتس ايه أكتر حاجة بتحسسك بوجع ظهرك. والسلام عليكم.